اعرف اطبخ وعارف ان انا تعبانه ودايخه، بس ازاي زي بعضه هنشوف. انا هشرف عليه وهو بيعمل الاكل، هقعد على جنب كده هقول له اعمل ايه. خليكم انتوا بقى معايا وشجعوا حموده، قولوا له رايكم في الكومنتات. وجربت المكرونه بتاعته اللي من غير ملح ولا لسه؟ ما تنسوش بقى تجربوها هزلني بيها. مش هزلك، يلا بينا. ومن هنا بدأ المسكر ينفذ خطوات الشيف. صلي على الحبيب قلبك يطيب. بما انه هو ظنون مش هخليه رايح جاي، فجبت له الحله حطيت له فيها شويه ميه وهينزل بيها بتوابل الشرب اللي هي ايه بقى؟ ملح وفلفل. المشكله ان في العيال دي لما بتيجوا تعلموها الواد بيخلص كل المعالق، كل حاجه بيستخدمها يحط معلقه. عقبال ما بنخلص الاكله بنلاقي المعالق كلها خلصت هي والاطباق. بيقول لكم يلا بينا على البوتاجاز. حط ملح فلفل طماطمايه، وهيحط كمان شويه بصل من اللي انا بشرتهم في الكبه. انا جهزت له كل حاجه بحيث ان هو ما يتعبش. وغطى الحله، وباقي البطاطس هنحطها في البصل اسفه هنحطه في الحله التانية عشان نبدا نديله تشويحه ومعلقه سمنه. طبعا هنا كنت بشرف عليه عشان ما يهدرش في الحاجه. بس شهاده لله الواد ده عنده ميول للمطبخ حلوه جدا. هو مش بتاع علام، هو كل ما اكلمه يقول لي ماما انا قاري العلام ده مش قاري، انا ليا في المطبخ بس. حط ملح وفلفل ومعلقه سمنه وشويه زيت على البصلايه، وهناخدهم على البوتاجاز ونديهم تشويحه يا دوبت. اول ما يتبلوا هننزل بفص توم وكمان يبقى كده جهزنا التشويحه. هنا بخليه يغسل الفراخ بالليمونه. الفراخ بالليمون ما تشطفهاش بعد كده انزلي بيها على الشوربه، هتاكلي فراخ مسكره ولا كانك كنت حطاها في الفريزر. وما تقلقيش مش هتزفر، احنا غسلينها كويس. وبيخلي الفراخ مسكره والشوربه اللهم بارك صلي على الحبيب قلبك يطيب. وبحط له شويه ملح وفلفل وهو بيدعكها كده بالليمونه. وكانت الفراخ جاهزه. مسافه ما الشوربه تغلي هتكون خلاص. الفراخ قعدت دقيقتين 3 أو 5 دقايق في الليمون والملح والفلفل الاسود. واللهم بارك. جربي الطريقه دي في الفراخ هتاكلي احلى طعم واحلى شوربه. هنا كنت بوصيه دعكها كويس عشان الاكل ما يبص. صاحبك بص هيقطعك، صاحبك في الدرس وصاحبك في الملعب وصاحبك في المدرسه، ده صاحبك بقى. فاعمل له اكل حلو يا حموده. كان فرحان جدا بنفسه. ويديني صفيت له اللوبيا ولا الفاصوليا، ما بعرفش افرق ما بينهم عشان ما حدش يقول لي ما اعرفش ايه، ده تقريبا فاصوليا. وادي البصله اتشوحت مع الثوم، وهنزل بيه الفاصوليا وهو هيقلبها تتشمع تشرب من بعدها. التركه دي هتفرق معاكي في اي خضار، ايا كان الخضار اللي بتعمليه شوحيه في الاول مع السمنه والبصل، هيفرق جدا جدا في الطعم. واخر حاجه نزلنا بيها بالطماطم اللي احنا برضو متبلينها، حاطين فيها شطه وبابريكا والسبع بهارات، وهنسيبها تتسبك مع نفسها. وادي ميه الفراخ غليت، هننزل بيها بالفراخ وهنسيبها برضو نص ساعه. مسافه ما الخضار يتسبك هنوطي عليها على نار هاديه، هتكون الفراخ دخلت في السوا على نار عاليه. وهنسيب الاتنين يكملوا سواهم مع نفسهم. وقلنا نحضر الرز، معلقه سمنه كبيره عليها معلقتين زيت يسخنوا. هنحط الشعريه يا دوبت عايزين لونها ذهبي. طبعا انا كنت واقفه على راسه عشان الاكل ما يتحرقش. كل شويه اقول له صاحبك هيزعل منك. كل ما احس ان هو زعلان كده عشان انا واقفه على دماغه اقول له صاحبك هيزعل منك، صاحبك هيزعل منك. فيقول لي خلاص ساعديني. يا دوبت عملنا الرز. اول ما يتشرب وحفظته الرز يا محمد، الميه تبقى فوقيه بعقله ونسيبه يكمل يغلي. واول ما ميته تتشرب او الرز يبان هتوطي عليه وتسيبه 10 دقايق 9 دقايق وتدفي عليه هيكمل سواه. وادي الفراخ اللهم بارك شكل وطعم وريحه. وادي الفاصوليا دخلت في التسبيكه، كانت ريحه الاكل اللهم بارك صلي على الحبيب قلبك يطيب. لو لسه ما عملتيش اللايك انزلي اعملي لايك، ما تستخسريش فيا يا اختي. خلصنا الاكل، غرف قعد ياكل هو وصاحبه واخوه وانا، وكان الاكل حلو جدا. بص الشوربه بقى مفيش احسن من كده. الفراخ خليته طلعها زي ما هي، حطها في الشوايه. عندك معلقه صلصه حطيها، ما عندكيش استكفي بيها كده.